لو بيوم من الأيام جربت تثبت تطبيق مود ل APK معين أو وأنت بتستلم لعبة أو تطبيق من صاحبك على الشيرات وطلع لك الرسالة زي دي، يجب عليك إعادة تحميل هذا التطبيق من داخل متجر جوجل بلاي فقط. يبقى الفيديو ده ليك ولازم تشوفه كامل. ده يعني جوجل بلاي فارض وصايته عليك ومش عايزك تثبت أي حاجة من بره المتجر. النهارده هنكسر القيود دي تماما. هخليك تثبت أي تطبيق من بره المتجر في ثانية وبطريقة باحترافية هتخلي موبايلك أسرع بكتير. أهلا بيكم في أندروزون، والنهارده معانا الحل النهائي. المشكلة إن جوجل بلاي دلوقتي في 2026 بقى بيتعامل مع أي ملف إيه بيكي خارجي أو مود كأنه تهديد، وبيديك خيارات معقدة عشان تثبته، وساعات بيفشل تماما. الحل، إحنا هنستبدل باكج انستولر بتاع النظام بواحد تاني أذكى، وده اللي هيخلي العملية صاروخ. هنحتاج تطبيقين للعملية دي. الأول تطبيق شيزوكو، وده اللي بيدينا صلاحيات شبه الروت بسيطه للنظام بدون ما نعدل فيه. والثاني تطبيق باكج انستولر المعدل، وده التطبيق اللي هيقوم بمهمة التثبيت بعيداً عن غلاسة جوجل. الروابط طبعاً كالعادة في أول كومنت مثبت. لو ما عندكش روت ما تقلقش. أول شيء لازم تكون متصل بأي شبكة واي فاي حتى لو ما فيهاش إنترنت. بعدين افتح شيزوكو واعمل الاقتران بيرنج. بعدين فتح خيارات المطور وادخل على خيارات المطور وفعل تصحيح أخطاء اللاسلكي وايرلس ديباجنج، ودخل الكود اللي هيظهر لك في إشعارات تطبيق شيزوكو، وارجع لتطبيق شيزوكو واضغط البدء بالتشغيل. كده التطبيق اتفعل بنجاح. الحين حاول تثبت أي تطبيق APK واختار افتح تطبيق انستولر. هيطلب منك صلاحيات تديله الصلاحية من شيزوكو. مبروك. دلوقتي أي APK هتفتحها اختار المثبت الجديد وعلم صح على سيت انستولر وابدأ ثبت التطبيق، وهيتثبت في لمح البصر وبدون مشاكل كأنك مثبته من متجر بلاي. أما بقى لو أنت من ملوك الروت زي حالاتي فالوضوع أسهل بمراحل. افتح شيزوكو واديله صلاحية الروت المكسك ماجيسك وادوس ستارت، وبعدين فعل تطبيق انستولر. الميزة هنا إنك مش محتاج تعمل الخطوات دي. كل ما ترستر الموبايل الروت شايل عنك كل التعب. والحين نحاول نثبت التطبيق من المثبت الجديد ونشوف النتيجة. اختار المثبت الجديد وعلم صح على سيت انستولر وابدأ ثبت التطبيق، وهيتثبت في لمح البصر. وزي ما انتم شايفين التطبيق فتح بدون مشاكل. ولو رحنا لمعلومات التطبيق هنلاقي هنا كأنك مثبته من المتجر بدون مشاكل. مبروك عليك. لو الطريقة اشتغلت معاك دوس لايك واشترك في القناة عشان احنا لسه بنبدأ. سؤال الحلقة، تفتكر جوجل بتمنعنا نسبة تطبيقات من بره عشان خايفة على أمننا فعلا، ولا عشان خايفة على عمولتها وفلوسها تقل؟ مستني رأيكم في الكومنتات. سلام.